السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا بعدا واحد القالب اللي دار لينا وخصني علاش درت هذا الفيديو، باش اللي عنده شي موتور ما يهش الموتور، ولكن يهز الوريقات اللي عنده ويمشي يصور نمرة الشاصي ويمشي عند لافيزيت تكنيك اللي دارت له نهار الاول بلاكا صغيرة. راه خاصنا نرفعوا دعوة على لافيزيت تكنيك، وخاصكم ترفعوا دعوة على اللي باع لك الموتور، اللي شد من عندك 10000 درهم ومليون و40 الف ريال وباع لك موتور على اساس هو صغير، وهاتك هو موتور كبير فيه 110 اللي ولاو دابا كيوقفونا البوليس في الطرقان ويقول لك لا ماشي هو هذا، لا حقا، ما انا كندير الخدمه ديالي. إلا كديروا الخدمه ديالكم راه خصنا حتى حنا نديروا الخدمه ديالنا. نتوما الامن في حمايه المواطن، وهنايا راه خصنا بعد اول حاجه وزاره الداخليه خصها تشوف الناس اللي كتزور دابا حاليا، الناس اللي كتزور في سيلندرات، التجار اللي كيبيعوا دابا التزوير، ماكينه فيها 200 سي سي وكيبيعها ومكتوبه فيها 49. واش دابا شكون اللي كيشجع على الفتنه في البلاد؟ شكون اللي كيشجع القاصرين على هذه الفتنه وعلى هذه البلباله؟ هما هذوك التجار اللي عندهم الحوانت وكيبيعوا هذه المسائل مغشوشه. يعني بحال تيقول لهم الدوله دارت لكم كذا، اجي نجيبوا لكم حنايا 49 مكتوبه هادو هما اللي خاصكم بعدا ديروا بهم واحد المتابعه قانونيه. اما انا كمستهلك، انا راه ما عليا حتى شي حاجه. النهار الاول مشيت كنقلب في الموتور في الانترنت، وتنقلب في الموتور على برا، وكنمشي عند الناس اللي كيبيعوا الماطر، راني مشيت باش نشري موتور على اساس بلاكا صغيره، وكنسولو نعاود خويا بلاكا صغيره هادي اييه، وكنمشي لافيزيت تكنيك كتبارك ليا البيع والشري ديال داك التاجر اللي دايره هي ويا اليد، كتقول لك لا راه بلاكا صغيره. صافي يلا سير الله يسخر كتب، يلا عطي ديك الساعه مليون، مليون وعشرين، مليون وربعين، ما على بالكش انت شنو واقع لك. من بعد غتجي هاد القانون، من جا هاد القانون على الاقل علمونا، حيت ما يمكنش نتايا غادي تبقى كدير عايش بواحد الحاجه وانت ديجا مضحوك عليك، ديجا انت كاذبين عليك، ديجا انت مقولبينك في ديك البياسه اللي شريتي. حيت هادشي راه حشومه الاخوان، راه خصنا نهضروا على حقنا، وخاصنا نرفعوا دعوه بعدا بلا فيزيت تكنيك. علاش كتمشي ليا موطور مكتوبه فيه في الشاصي 152 وكاتبه لي وكتبوا لي على اساس انه راه 50 سي سي؟ حشومه وعيب وعار. راه خاص بعدا الدوله ووزاره الداخليه والناس المسؤولين، يعني الوزاره الوصيه، اخذ لي حقي انا الاول، انا اللي تضحك عليا، انا اللي خليتو داك السيد التاجر اللي دوزو الجمارك وداز من الجمارك تيجي كيبيع لعباد الله انا مزور. وهاد السيلندرات اللي كيدوروا دابا وكيدخلوا تا هما من الجمارك على برا ومكتوبه فيهم 49 سي سي وهما فيهم 200 سي سي، قايل لك انه على برا حمار والداخل فيه جوج الخيل. هادوك اللي خاصكم تحاسبوا، ماشي حنايا، حنا كمستهلكين اللي كنعرفوا بالقانون. ما خاصكش تهز ليا موطوري في العماريه، ما خاصوش يمشي للفوريان، ماشي من حقك تدي لي الموطور ديالي للفوريان. اش كنتي كتشري معايا انت؟ اي كواحد كتأدي الواجب ديالك في الامن الوطني، ولكن راه انا راه كتضيعوني في حقي. راه ما يمكنش انايا مسوري لاسيرونس ديالي، ديال الكاسك ديالي، غادي هو هذاك، وعند بالي انا غادي مرتاح، وراه هذاك الشيء اللي كاين في داك الموطور راه هو هذاك. فاذا بيا تنتصادف مع واحد الحمله شرسه كتقول لك لا هذاك الشيء راه بريباري انت، اذا انت مجرم. الله يجازيكم بخير. كان كنطالب من التجار اللي باعوا لينا وقولبونا، ومن الجمعيات المتخصصة في هذا المجال ديال الدراجات النارية، على أنكم تنوضوا تحدثوا وديروا واحد النهضة من أجل هذا القطاع. راه الناس هربات من المطار ديال الشينوا، دابا حاليا ولاو تيقلبوا على السونطر والناس بكثرة ما ولا عندهم الموتور شي حاجة مهمة في الحياة. وفعلا راه مهم في الحياة. راه شحال من واحد خرج من الكآبة بسبب موتور، كيخرج كيسافر كيتسارى كيعيش الحياة كيدير تا هو فلوقات، المهم كيبدل الجو على انه يرجع لذاك الدري اللي محاصر في الحومه ديالو وضغوطات. قادوا الامور ديالكم الله يجازيكم بخير، ودوروا على دوك التجار اللي تيبيعوا دابا التزوير، دوروا عليهم وغادي تلقاو مخالفات كثيره ولي ستوك على الجاد في كازا وفي المدن الاخرى. دوروا وديروا الخدمه ديالكم. والدرويش ديروا مع الاقل شديتي قلتي لي اجي الشريف، ماشي تشدوا تطلعوا ليه العماريه. اجي الشريف وقف، هذا راه بريباري، ونقيد ليه واحد المخالفه ديال انه ها انت دابا راك تسجلتي بالسميه ديالك وضبطناك على انك عندك موتور بريباري هو السيكونط، وانت داير فيه مثلا
220 ولا 400، راه المره الجايه الا حصلوك في شي بلاصه راه غادي يمشي لك الموتور الفوريان. هنا كيختار جوج ديال الطرقان، يا اما غادي يكون ولد الناس وغادي يمشي يسوري المسائل ديالو، قاد داكشي عند السيكليس ويقول ليه ها السيلندر اللي خصني ندير، مع العلم ان خاص الاعلام ديالنا يخرج شي واحد يعني تكنيسيان سيكليس يختاروه ويمشي يتكلم على السيلندر اللي خاصكم تركبوه الاخوان، اللي هو 70 سي سي. غتمشيو تجيبوا السيلندر ديال 70 اللي فيه بيستون 70، وسولوا السكانسيه اللي كيبيعوا البياس راه ها شنو سميتو ها شنو سميتو وها الماركه ديالو، وخلي الناس تمشي تشريه وديرو في المطار، ونتفاداو عندنا هذه الحمله هذه اللي ما كاين فيها حتى شي حاجه اللي هي مهمه. وهنا انا كنطالب من السلطات على انها تراعي لينا شويه، وكذلك كنطالب من الناس من الناس اللي كيبيعوا المطر واللي كيبيعوا البياس وكيسترزقوا في هذا الميدان، واللي عنده شي موتور خاص واحد الجمعيه، خاصها تكون جمعيه اللي تدافع علينا. الا كانت هذه الجمعيه كاينه وحاضره وانا ما فراسيش، خاصها الجمعيه اللي عنده شي موتور يدي ورقه ديالو كيشكي بها على داكشي اللي دارو، كذلك صحاب المطر اللي تيبيعوا ويوقفوا لينا على 70 اولا 80. المهم 70 حنا قادين الغرض بها، وغادي نغمضوا عينينا ونسكتوا ونقولوا الله يجعل البركه، رغم انها حتى هي في العقبه ما كافياش، ما كتطلعكش انت والصديق ديالك او انت والمدام ديالك او انت اخ ديالك ولا ولدك ولا المهم ما كتطلعكش شي مع عقبك، كتطلعك بواحد السرعه اللي هي بيكاره تجي من موراك تسبقك ترونتينيت ولا كتسبقنا في الطريق. فكيف يعقل ان دابا السونطربه ولات كتسبقني انا شاري موتور بمليون وربعين، كتجي طايره من اللور، ناهيك على السوينغ، واحد الموتور ديال السوينغ كحل القصبه موجود في مراكش بزاف، وكيفوتك بواحد سنوات ضوئيه في الطريق، وانت شاري موتور غالي وكتخلص لاسيرونس غاليه. هذا هو المشكل، كنخلص لاسيرونس 1500 درهم للعام، وكيجي سونطروا مخلصها غير ب 700 درهم وكيسبقني. هذا هو الحماق بعينيه. فكنتمنوا على انكم ديروا واحد جمعيه دافعوا على المطر ديال الشينوا، وتوقفوا لنا على الاقل على 70، على الاقل السرعه نمشيو 70 في اللوطه، وفي العقبه 45 او 35 ماشي مشكل، الله يجعل البركه، حيت حنا باغيين نخدموا على وليداتنا ماشي باغيين نتفلاو. واللي باغي يتفلا راه داك بوحدو. انا بعدا كفكره من عندي راه خاص السن قانوني يكون لهذا النوع ديال الدراجات، ما يسوق الدراجه حتى يولي بعقله، يعني القاصرين ما يسوقوهاش مع كامل احتراماتي ليهم، ولكن راه باقي ما كاينش النضج. نهار اللي تنضج ولدي وتولي في عقلك كبير، مرحبا ديك الساعه تمشي تسوق الموطور. ولكن باش نعطيك الموتور وتعرض راسك والاخرين السلامه ديالهم للخطر، هنا انا ما معكش في الخط وما نقدرش نأيدك. وحتى دوك الوالدين الله يهديكم، نشد نشري موتور لولدي باش نقتلو؟ لا. فهنا كنمرر واحد الرساله للسلطات وكذلك للجمعيات، نوضوا، هذا هو الوقت باش تنوضوا تدافعوا علينا وديروا واحد رابور للوزاره باش حتى هما يديروا واحد اللجنه مختصه وتخرج للميدان وتسوق داك الموتور ديال 49 اللي دايرين دابا الناس وتشوف بعينيها. معكم واحد البيستون صغار من خو اللي كنت صورت لكم في الحلقه الاولى. اي يا سيدي صغار من داك 26 سي سي اللي كنت وريتكم كل شركه والخدمه ديالها، وغنبين لكم في هذا الفيديو. كاين هذا هو اصغر واحد اللي كاين في المغرب كيدور، كاين هذا اللي تابع ليه هو اللي درت لكم الحلقه اللي فاتت، كاين هذا ديال 49 حقيقي طويل، وكاين هذا 49 قصير، وكاين هذا ديال 70 اللي كناشدوا الجهات المعنيه انه هو اللي يكون قانوني لانه كيعادل ال 50 في الدوطو، وكاين هذا ديال 110 اللي كتعرفوا بكامل البليبار ديال في المغرب مبريبارين بهذا 110 واللي بغاو يخليوها وجات لهم على المطر ديالهم، وكاين هذا 125 سي سي اللي ديروا حتى هو واحد الفئه من الناس اللي كتحاول انها تخرق به القانون وجبدت المشاكل. كاين هذا ديال 140 وديال 150 وكلهم في كاتيجوري وحده. واحد من الشباب اللي كيموت على هذه الحرفه، وهو قال لكم حتى هو المرجو من الجهات المعنيه المختصه انها توقف على هذا السيلندر اللي هو النوع 70. فهذا النوع من الناس اللي يعني عنده يوميه شاب مغربي، كنحييكم من هذا المنبر. دافعوا بحكم التخصص ديالكم على هذا الميدان، دافعوا بحكم التخصص. انا القناه ديالي ما خاصهاش بهذا الشيء، ولكن حيت كنسوق الموتور وعندي موتور ودار لي القلب كما تنقولوا، فبغيت انكم تهضروا انتم على هذا الميدان وتركزوا بزاف هذه الايام على هذه الحمله وتهضروا عليها بزاف، لانها كتحطم الشاب المغربي وكتحطم
الناس اللي باغا تخدم على راسها. السلام عليكم.